اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال يا رب. النهاردة معانا قصة حلوة جدا هتعجبكم قوي إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ القصة نجري بسرعة ونحط لايك على الفيديو، وما تنسوش نكمل القصة للآخر. ويلا بينا نبدأ القصة. مامتك مش هتمشي من هنا إلا لما تتفتش الأول والإسورة بتاعتي تطلع. محدش غريب دخل الشقة غيرها. اتفضلي يلا ادخلي جوه وريني هدومك كلها. معلش يا ماما علشان خاطر أنا عملي كده، وبعدين هيكون لنا كلام تاني. يا ريتني ما عشت وشفت اليوم اللي مرات ابني تفتشني فيه قدام ابني وهو واقف ساكت. ادخلي يا بنتي ادخلي فتشيني براحتك. ده مدحت كان مسافر بره يشتغل، ومامته كانت قاعدة في بيتها، وفي يوم الباب خبط وكان مدحت ومعاه واحدة ست. معقول؟ مدحت تعالى يا قلب امك، حمد لله على سلامتك، وحشتني قوي يا ابني. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ما قلتش انك جاي، كنت استنيتك في المطار. بالراحة واحدة واحدة. مالك يا ماما في ايه؟ خدي نفسك الاول يا حبيبتي، ما حبيتش اتعبك. اعرفك يا ماما، اسماء مراتي. مراتك؟ انت اتجوزت يا ابني من غير ما اعرف ومن غير ما اعمل لك فرح ولا اي حاجة؟ معلش بقى يا طنط، ملناش احنا في الكلام البلدي ده. معلش يا ماما، هي طول عمرها عايشة بره ومش واخدة على اسلوبنا. واحدة واحدة هتاخد على طريقة كلامنا يا حبيبتي. وماله يا ابني؟ ادخلوا. ودخل الكل وقعد. صحيح يا ماما، انا لقيت السلم متغير وراكب رخام والبيت من تحت متوضى. مين اللي عمل كده؟ انا يا حبيب امك. قلت افرح بيك واعمل لك شقتك، ايه رأيك فيها؟ شقتي؟ ما هو للأسف يا ماما انا مش هقدر اقعد هنا، حقك عليا. اصلي انا واسماء اجرنا شقة خلاص. لا والله، وانتوا لحقتوا بالسرعة دي يا ابني تشوفوا شقة وتأجروها؟ على العموم يا ابني براحتك، اعمل اللي يريحك. وفي الوقت ده الباب خب وفتحت الام، وكانت داليا بنت اختها اللي كانت بتحب مدحت قوي. خالته، انا سمعت ان مدحت جه. معقول الكلام ده؟ هو فين؟ ما تفرحيش قوي كده يا ضنايا، ادخلي ادخلي وانت تعرفي. ازيك يا مدحت، عامل ايه؟ مين دي يا مدحت؟ انا اسماء مرات مدحت. يلا بينا بقى يا مدحت، الجو هنا حر قوي ومش قادره اقعد هنا. ماما طب انا همشي دلوقتي واكيد هاجي تاني عشان اخدك تتغدي معايا يوم. واخد مراته في ايده ومشي. مراته ازاي يا خالتي؟ انا مش فاهمه حاجه. هو ابنك اتجوز وسابني؟ ما هو عارف ان انا بحبه. النصيب يا بنتي، وانت ما تعرفيش النصيب فين. وبعد كام يوم راح مدحت لمامته علشان ياخدها عنده الشقه. تعالي يا ماما، الشقه هتعجبك قوي، ادخلي ادخلي. ربنا يبارك فيها يا حبيبي، واسعه قوي ما شاء الله. وخرجت اسماء. جبت اكل من بره علشان انا مش ناوي اطبخ النهارده يا مدحت. يا حبيبتي، بس ماما واقفه، انتي مش شايفاها ولا ايه؟ معلش لسه صاحيه من النوم، ده انا حتى لسه ما غسلتش وشي. صباح الخير يا طنط. صباح النور. معلش يا ابني ازعجنا الست مراتك. معلش يا طنط، اهي مره ومش هتتكرر تاني. قصدك ايه؟ ده بيت ابني واجيله وقت ما احب. طب يا جماعه بلاش كلام كتير وتعالوا نقعد لحد ما اطلب الاكل. والاكل جه واستلموا مدحت، وكان داخل الاوضه ولقى اسماء خارجه. ايه ده؟ انت رايحه فين يا حبيبتي؟ اصلي كنت ناسيه ان في ميعاد عند الدكتور لماما. معلش كل انت ومامتك بقى. منوره يا طنط البيت. مدحت بص لمامته وقال لها معلش يا ماما، اصلي مامتها تعبانه واسماء بنت وحيده علشان كده هي بتاخد بالها منها. وماله يا حبيبي، دي امها اللي تعبانه ولازم تكون جنبها. على الله انت بس تتعلم منها وتهتم بامها. كلام ايه ده بس يا ماما؟ هو انا ليا غيرك؟ وفي بيت مامة اسماء كانت قاعده هي ومامتها. جرى ايه يا اسماء؟ انت عمرك ما سبتي مدحت المده دي كلها وجيتي قعدتي هنا؟ اوعي تكوني متخانقه معاه ومش عايزه تقولي. متخانقه معاه ايه؟ ده جايب مامته تتغدى عندنا النهارده وانا مش طايقه اقعد معاها بصراحه. نعم يا حبيبتي، وانت عبيطه؟
ازاي تسيبي شقتك وتيجي تقعدي هنا؟ يلا يا حبيبتي روحي شوفي شقتك لا تعمل فيها حاجة. بصراحة يا ماما انا مش طايقة الست دي خالص، انا مش طايقة اقعد هناك خالص وهي هناك. الست دي بلدي قوي وطريقتها وحشة جدا. طب ما هو كل يوم والتاني هيجيب امه وتقعد هناك. انا عايزاكي تقصري رجلها من شقتك خالص. طيب قومي تعالي معايا يا ماما، انا بصراحة مش هعرف اتصرف لوحدي. طيب ثواني هغير هدومي واجي معاكي. اهي اسماء جت. ايه ده طنط، عاملة ايه دلوقتي؟ اسماء كانت قايلة ان حضرتك تعبان. الف مليون سلامة عليكي، انا كويسة قوي. ايه ده، مش قبل ما تجيب مامتك هنا المفروض تغير مستواها لنفس المستوى اللي انت قاعد فيه يا مدحت؟ البواب لما يشوفها طالعة معاك يقول ايه؟ محتاجة حسنة؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا طنط؟ قلنا تشرف بيها في اي مكان. اي مكان ايه؟ ده المناطق الشعبية اللي انت تعرفها، انما مش هنا. بقولك ايه، انت لازم تتغير ومستواك يبقى نفس مستوى بنتنا. والله يا اختي انا كده، وخلفت ابني اللي هو جوز بنتك وانا برضو كده. ومش باللبس يا حبيبتي، بالاصل وبالاخلاق. اللي واضح ان ابني معرفش يختار واحدة تعرف الحاجات دي هي واهلها. انا قايمة ماشي عشان مستواكم يا هاني. ايه يا طنط الكلام اللي حضرتك قلتيه ده؟ هو انت لما بتيجي عندنا هنا انا بتكلم معاكي بالطريقة دي؟ انت تقدر اصلا تتكلم مع مامي بالطريقة دي؟ انت ناسي ان انت عايش في ملكها ولا ايه؟ بس يا اسماء بلاش طريقة كلامك دي، مدحت اكيد ما يقصدش. بس انت يا مدحت يوم ما جيت واتقدمت لبنتي وانت عارف الفرق اللي بيننا وبينها، وقلت انك هتتغير، بس مش لدرجة طريقة الكلام اللي انتوا اتكلمتوا بيها مع ماما دي. وانا غلطانة يعني؟ انا بقولك غيرها. طبيعي مامتك محدش ينفع يشوفها بالطريقة دي. افرض ان حد من الموظفين شافك وانت ماشي معاها هيقول عليك ايه؟ قوليله يا ماما. وسابتهم اسماء ودخلت الأوضة. ينفع كده يا مدحت؟ ينفع تزعل مراتك؟ ادخل يلا صالحها. من امتى وانت بتزعل اسماء؟ ده انا اكتر حاجة بتعجبني فيك انك شايل بنتي في عيونك. حاضر يا طنط اكيد هصالحها. انا ماشي بقولك ما تتأخرش على الشركة بكرة. وسابته ومشي. ودخل مدحت يشوف اسماء اللي كانت عمالة تعيط. هو انا عملتلك حاجة للعياط ده كله؟ لا والله، شكلنا كده مش هنقدر نكمل مع بعض. انت عندك مامتك اهم مني. والله ابدا يا اسماء، انت ما تعرفيش انا بحبك ازاي. على العموم يا ستي ما تزعليش مني. خلاص مش زعلانة منك. طيب ممكن اروح بقى اشوف ماما اللي مشيت من البيت وهي زعلانة دي؟ اعمل حسابك لو نزلت من الشقة دي هترجع مش هتلاقيني، وهغير الكالون كمان وابقى ارجع بقى واعيش مع مامتك على طول. خلاص خلاص هدي اعصابك. وروحت الام على البيت، وبعدها نزلت لها داليا. كده يا خالتي كل ده تأخير؟ انا نزلتلك كم مرة عشان اشوفك جيتي ولا لا، ما لقيتكيش جيتي. ايه مالك؟ شكلك عامل كده ليه؟ ابدا يا حبيبتي مفيش، بس المشوار بعيد قوي من هنا لهناك. بقولك ايه، في واحد ممكن يجي في اي وقت وهيطلب 300 جنيه، ابقي اديهم له. 300 جنيه مرة واحدة؟ ليه يا خالتي؟ وبعدين هو انت مش كنت مع مدحت ولا ايه؟ ايوه يا حبيبتي كنت معاه، بس كنت ناسيه البوك بتاعي. هو تعب شويه وما قدرش ينزل يوصلي. اخدت تاكسي لحد هنا، بس الراجل حلف ما ياخد مني فلوس النهارده. انا مش فاهمه حاجه، منين تعبان ومش قادر يوصلك، ومنين جه اخدك؟ بقولك ايه يا داليا، انا مش ناقصه اي كلام. اطلعي شقتك يلا نامي وبكره ابقي انزلي. طب بقولك يا خالتي، الراجل بتاع اوضه النوم بتاعت مدحت جه علشان ياخد القسط. انا رايي انك تبيعيها طالما هو مش هيجي يسكن في الشقه هنا. عندك حق يا بنتي، انا هبيع العفش كله طالما هو كده كده بقى عنده شقه بدل ما ادفع القسط كل شهر. طيب تمام، مش عايزه بقى تقولي لي حاجه برضو؟ اقولك ايه يا بت، امشي يلا عايزه انام. وطلعت داليا على شقتها. عملت ايه في دنيتك عشان ربنا يرزقك ببنت زي دي يا مدحت؟ ملعون الفلوس اللي تخلي واحد يرضى بالاهانه كده. وتاني يوم كان مدحت بيلبس علشان يروح الشغل، وقامت اسماء على الحمام تجري. مالك يا حبيبتي في ايه؟ شكلك تعبان قوي. شكلي اخدت برد، معرفش مالي، معدتي وجعاني قوي. يا معدتي مش قادره. طب ريحي يا حبيبتي على السرير وهطلب لك الدكتور حالا. وجه الدكتور وبارك له وقال له مبروك المدام حامل. بجد يا دكتور؟
وقرب من أسماء وقال لها: ألف مبروك يا حبيبتي، أنا فرحان قوي. حبيبي ربنا يخليك ليا. طيب ممكن تكلم ماما تخليها تيجي؟ أكيد يا حبيبتي، حاضر، هتصلك بيها حالا. وأخد التليفون وخرج بره واتصل بحماته: خير يا مدحت، في إيه؟ في حد يتصل بحد الصبح قوي كده؟ أنا آسف والله يا طنط، بس أسماء تعبت شوية وجبنا الدكتور وقال إن هي حامل، ممكن حضرتك تيجي تقعدي جنبها؟ بجد؟ ألف مبروك. طيب وأقعد أنا جنبها ليه؟ أمال حضرتك تعمل إيه؟ أنا ورايا طيارة كمان ساعة. ما حضرتك عارفة إن الفترة دي لازم أروح الشركة كل يوم عشان خاطر التجديدات اللي بنعملها. الشركة مش أهم من بنتي، خليك قاعد جنبها. باي. وقفلت السكة. والله أنا متأكد إن سفرك ده عشان خاطر تشتري حاجات وخلاص. طب أتصرف إزاي دلوقتي؟ أنا هكلم ماما بقى وهي تبقى تيجي تقعد معاها. وكلم مدحت مامته: مدحت يا حبيبي، أنا بخير يا ابني، في حاجة؟ طمني عليك، أنت كويس؟ أنا آسف والله يا ماما إني بكلمك الصبح كده، بس أصل أسماء حامل والدكتور قال إن هي لازم ترتاح في السرير، ومامتها مش هنا، مسافرة، وأنا لازم أروح شغلي. ينفع يا ماما تيجي تقعدي معاها وتاخدي بالك منها؟ آه يا حبيبي طبعا ينفع. ألف ألف مبروك يا ابني. وبعدها جت مامة مدحت ولقت باب الشقة مفتوح. إيه ده يا حبيبي، أنت سايب باب الشقة مفتوح ليه كده؟ أسماء كانت تعبانة قوي يا ماما الصبح، وما صدقت إنها تنام شوية، خفت أحسن ترن الجرس وهي تصحى، وسبت الباب مفتوح. ألف مبروك يا حبيبي، ربنا يفرح قلبك دايما يا رب. أنا هدخل أعمل لها حاجة تاكلها وأروق لك البيت، وهفضل قاعدة هنا معاكم لحد ما مراتك تشد حيلها وتقوم بالسلام. ماما أنا عارف إن أسماء عصبية، بس أرجوك يستحمليها الفترة دي، يمكن عشان الحمل ممكن تتعصب تاني. أكيد يا ابني هستحملها. ودخلت المطبخ وشوية ودخلت أسماء عليها: أوف، إيه الريحة دي؟ أنت بتعملي إيه هنا؟ ومين اللي فتح لك الشقة؟ اللهم طولك يا روح. المهم يا بنتي، ألف مبروك، أنا جيت أعمل لك لقمة تاكليها. ليلتك سودا النهاردة يا مدحت. وأنت امشي اخرجي اقعدي بره، مش ناقصة قرف. قرف؟ حد يقول برضو كده على نعمة ربنا؟ ده أنا بعمل لك فراخ وشوية رز، وهو أنت فاكرة إن أنا ممكن آكل من إيدك؟ امشي بره، والأكل ده بالحلل خديهم وأنت ماشية. أنت فاهمة ولا لأ؟ تصدقي إن أنا غلطان إن سبت بيتي وجيت أشيلك وأنت بعافية؟ على العموم اهدي عشان خاطر اللي في بطن، والدكتور قايل العصبية ليكي وحشة. أنا طول ما بشوفك قدامي بتعصب. امشي اخرجي بره بقى. ومشيت الأم ورجع مدحت، وكانت أسماء قاعدة في الصالة. إيه يا حبيبتي اللي مقعدك كده؟ مش الدكتور قال لازم تريحي على ظهرك الفترة دي؟ أسماء قامت وقالت له: وهو أنا هعرف أشوف راحة طول ما أنت موجود؟ إزاي تجيب مامتك هنا؟ أنت مالك؟ إزاي تتكلمي معايا كده؟ يعني ده بدل ما تقولي شكرا؟ أنا اتصلت بمامتك وقالت لي إنها مسافرة، وماما أول لما كلمتها جات لي على طول. بقول لك إيه، البيت ده بيتي أنا اللي أقول مين يدخل ومين ما يدخلش، أنت فاهم ولا لأ؟ ولو مش عاجبك كل واحد يروح لحاله. إيه الكلام ده؟ بجد أنا زهقت بقى. قلت لك انسى أهلك لما نرجع مصر وبلاش تروح لهم أحسن لك، وكأنك لسه مسافر، إنما أنت مفيش فايدة فيك. وفي الوقت ده اتصلت داليا بيه: الحقني يا مدحت، مامتك تعبانة قوي وأغمى عليها ومش عارفة أعمل إيه. معقول؟ أنا جاية حالا. وقفل السكة وقال لها: ماما تعبانة قوي، وأنا كمان محتاجة لك تكون جنبي، أرجوك اوعى تخرج وتسيبني، أنا حاسة إن هيحصل لي حاجة. وبعدها وقعت من طولها وأخدها مدحت ودخلها على السرير وفضل قاعد جنبها، وشوية وصحي وراح مدحت جنبها، وهي قالت له: اخصى عليك يا مدحت، معقول تعمل فيا كده؟ والله أنا زعلانة منك قوي. انت كمان اللي زعلانة يا أسماء، أنا من يوم ما رجعت وأنا مقصر في حق ماما قوي وبعمل كل حاجة ترضيكي. خلاص يا حبيبي، لو عايز تروح تشوفها مفيش مشكلة، أنا برضو عندي قلب. وراح مدحت على المستشفى وشاف داليا. خير يا داليا، ماما حصل لها ايه؟ وهي فين؟ السكر عالي عليها خالص. اعمل حسابك، أنا مش هخلي ماما تروح عندكم تاني. وانت مالك انت؟ خليكي في حالك. وبعدين انت حاشرة نفسك في حياتنا ليه؟ فاكرة اني ممكن اتجوزك انت؟ ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده؟ انا لو بعمل اي حاجة بعملها عشان خاطر خالتي،
اوعدك انك مش هتشوف وشي تاني. ومشيت داليا وسابته، ودخل مدحت عند مامته. انا مش داخله بيتك تاني، انا مراتك تقول لي كده وما لاقيش حد يرد كرامتي؟ ما تزعليش يا ماما، والله اسماء طيبه وبتحبك، دي حتى لما عرفت اللي حصل صممت ان اسيبها وهي تعبانه واجيلك انت. اصل الحمل تعب اعصابها قوي، ربنا يكمل لها على خير يا ابني، بس خليني بعيد عنكم كده هيكون احسن. طب مش وقته الكلام ده خالص يا ماما، ارجوكي يلا بينا عشان نروح. وراحوا على البيت. هي البت داليا فين؟ ازاي تمشي من المستشفى قبل ما تطمن عليا؟ هو انا مش عارف انت مرتبطه باللي اسمها داليا دي ليه؟ انا حاسس ان هي اللي بتسخنك عليا انا ومراتي. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ اوعى تكون ضايقتها بالكلام يا مدحت علشان كده مشي. ما تخليها في حالها بقى يا ماما، واحنا في حالنا. وانا كل يوم هاجي اطمن عليكي وهجيب لك اكل واي حاجه انت عايزاها. لا والله، وانا لما كنت هروح فيها في الشقه مين اللي لحقني، انت ولا هي؟ بقول لك ايه، امشي من الشقه ومش عايزه اشوف وشك تاني، ومالكش دعوه لا بيا ولا بداليا. يعني دي اخرتها يا ماما؟ انت ممكن تخسريني انا علشان خاطرها هي؟ بقول لك ايه، انا كلامي خلص خلاص ومش عايزه اي مناقشه. ومشي مدحت من عندها، وطلعت الام عند داليا اللي كانت عماله تعيط. بتعيطي على ايه يا خايبه؟ هو ده بني ادم حد يعيط عليه اصلا؟ المشكله اني بحبه قوي يا خالتي وهو مش حاسس بكده، بس معرفش ليه بيعاملني بالطريقه اللي بيعاملني بيها دي. اذا كان هو ساكت على اهانه امه هيتعامل معاك انت ازاي؟ مفيش مشكله يا خالتي، المهم انت كويسه دلوقتي؟ كويسه، وبحمد ربنا انه رزقني بيكي يا داليا. ربنا يعلم اني بعاملك زي بنتي بالظبط، من بعد ابوكي وامك ما راحوا مش حاسه ان ليا حد في الدنيا غيرك. ربنا يخليكي ليا يا خالتي. وعدى شهور الحمل وراح مدحت على بيت مامته. ياه، هو انت لسه فاكر انك ليك ام؟ جايلي دلوقت؟ اسماء ولدت يا ماما وجابت بنت، وعايزك تيجي تحضري معانا السبوع. عايزه احس ان في حد من اهلي موجود معايا. وانا مش هاجي يا مدحت، مش داخله بيتك ده تاني. عايز ناجي ليه؟ عشان المحروسه مراتك تقل مني وانت تسكت وما تقدرش ترد عليها؟ والله يا ماما لولا ان اسماء تعبانه من الولاده كانت جات لحد عندي وقالت لك تحضري السبوع. ارجوك يا ماما. وفي الوقت ده كانت نازله داليا بصينيه الاكل وهي بتقول: اما انا عملتلك يا خالتي بقى شويه سمك، انما ايه هتاكلي صوابعك وراه. ايه ده؟ مدحت ازيك، عامل ايه؟ بخير يا داليا، مش عايزك تزعلي مني من اللي حصل اخر مره، وعايزك تيجي انتي وماما السبوع بتاع بنتي. الف مبروك وربنا يفرح قلبك، بس معلش اعذرني، انا هخلي خالتي تروح وتعمل الواجب. انا عارف ماما كويس قوي، مش هتيجي الا وانتي معاها. ارجوكي تيجي معاها وتحضري السبوع. حاضر يا مدحت، هاجي. اقعد بقى كل معانا لقمه. معلش لسه ورايا حاجات كتير هعملها، مش فاضي، بعد اذنكم بقى. وخد بعضه ومشي. شفتي؟ مش هاين عليه يقعد حتى 5 دقايق. المهم احنا لازم نروح يا خالته، مش هينفع نسيبه لوحده في يوم زي ده. وزي ما هي هتتشرف بأهلها قدام الناس، احنا كمان لازم نعمل كده. والله يا داليا انا بحب ابني، بس بيصعب عليا قوي من اللي بيعمله ده. المهم انا هنزل اجيب لك عبايه حلو وطقم ليا كمان عشان نشرفه قدامنا سايبه. وجه يوم السبوع والكل كان متجمع، وداليا وخالتها قاعدين على جنب. شفتي؟ ده اللي انا عامله حسابه. شفتي المعامله اللي احنا بنتعاملها؟ عشان كده قلتلك بلاش نيجي. انا جيت عشان نعمل الواجب مش اكتر يا خالتي. بالعكس انا فاهماكي يا ننعين خالتي، انتي هنا عشان تشوفي حبيب القلب وتكوني جنبه. وجات اسماء وهما بيتكلموا: منوره يا طنط والله. ازيك يا داليا؟ اتفضلوا يلا الغدا جاهز. واخدتهم وراحوا وراها، وكانت اسماء حاطه ترابيزه جنب الحمام. واول ما داليا شافت الترابيزه قالت لها: لا والله شكرا، احنا اكلنا، يلا بينا يا خالتي. واخدت خالتها ومشوا من البيت. وبالليل بعد ما الناس مشيوا: شفت بقى، عملت اللي انت بتقول عليه، وعملت ترابيزه لمامتك واللي اسمها داليا دي علشان ياكلوا، وفي الاخر اتكلمت معايا بقله ذوق. معقول ماما عملت كده؟ طب ليه؟ والله ماما بتحبك قوي، مش مامتك اللي اسمها داليا دي. بقولك ايه، البنت دي انا ما برتاحلهاش. طب اهدي بس يا حبيبتي عشان خاطر انت لسه تعبانه، وانا هجيبلك حقك. وبعدها بشهر
البنت كانت في اوضتها مع الدادة وعمالة تعيط، ودخل مدحت وقال لها في ايه بالظبط؟ مالها لوجي؟ يا خبر ابيض، دي عمالة تعيط قوي. مالك بس يا مدحت، عمال تزعق ليه؟ هي مالها لوجي يعني؟ فيها ايه؟ وبصوا لقوا البنت. يا ترى ايه اللي حصل والبنت مالها؟ كل ده هنعرفه الحلقة الجاية اللي هتكون احداثها قوية جدا. استنونا الحلقة الجاية.